ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير دايما. سهل تبقى تاجر حشيش، ايوه زي ما سمعت كده، لكن صعب تبقى تاجر حشيش عندك مبدأ. كيف الاسرائيليين في خطر؟ ده بعد ايه؟ بعد ما اعلن تجار الحشيش من المغرب قطع العلاقات خالص نهائي مع تجار الحشيش اللي في اسرائيل، في موقف هو الاغرب من نوعه. تخيل دول كبيرة عربية وليها وزنها كده، ومن ضمنهم المغرب ما قدرتش تاخد الموقف الصريح ده مع الكيان، لكن تجار الحشيش قدروا يعملوها. الخبر تحسه مضحك، لكن الخبر نزل على كيف الاسرائيليين صعقة، كأنهم غزوا دماغهم كده. اللي زي وزيك ما لهمش في الكيف ما يعرفش قيمة الخبر ده، لكن الكيفة عارفين قيمة الحتة المغربي كويس. تجارة الحشيش ممنوعة في معظم الدول حتى في المغرب، بس أول مرة أتمنى إن الدول العربية تبقى بنفس أخلاق تجار المغاربة بتوع الحشيش. طبعا اللي ما يعرفش القصة مستغرب أنا بقول كده ليه. القصة باختصار رد تاجر حشيش مغربي على زباين أو تجار حشيش من الإسرائيليين، وقال ليهم إن أنتوا مش هتتمكنوا تكسبوا لقمة عيش عن طريقنا، بينما يعاني سكان غزة من الجوع بسبب الحرب عليهم، وابحثوا عن مكان آخر تشتروا منه الحشيش. يعني بالمعنى صح، روح شوف لك مكان تاني اخدم منه، ما توجعش دماغي، ما عنديش حشيش ليك. الكلام ده قالوا أعلن عنه القناة العبرية ال 12. قالت إيه بقى القناة؟ إن زباين أو تجار إسرائيليين محرومين من التعامل مباشر أو بواسطة مع التجار المغاربة بتوع الحشيش، وإن ده عقاب بسبب اللي بيحصل في غزة. موقف يبان من بره إنه تافه، لكن من جواه وجوهره موقف يشرف. والقناة العبرية قالت إن المجرم الإسرائيلي، أو على حد وصفها يعني، إن المجرم الإسرائيلي اللي كان بياخد الحشيش من التجار المغاربة اللي كان بيودي جزء منه لأسبانيا والجزء التاني بيدخله إسرائيل، إن تجارته اتأثرت. يعني الراجل خسر زباين وخسر حتى فلوس. يا عيني، أحسن. وده بسبب إيه؟ توقف المغاربة عن التعامل معاهم تضامنا مع اللي بيحصل مع الفلسطينيين في غزة. الله عليكم يا فخر المخدرات، انتوا فخر الحشيش الحقيقي. وقال التاجر إن الحشيش المغربي بيتباع بثمن غالي بسبب جودته العالية، وقال إن سعره بيوصل ل$80,000 أمريكي للكيلو الواحد. وفي النهاية أنا مش بشجع الناس على التجارة أو استخدام الحشيش، لأ، وبرضه مش عايز إخواتنا في المغرب يزعلوا. أنا علقت على الخبر بس علشان الخبر بالنسبة لي غريب جدا، ومن غرابة الخبر إن تاجر المخدرات أو تاجر السم عنده قلب أكتر من ناس تانية كتير. أنت ما أنت عربي، ولا لك أرض ولا لك قضية. الأرض أرض إسرائيل، والقضية قضية إسرائيل معك. يا أدمي يا نتنياهو، أحرق هالعصابات هذه وهالشتات وهالملفقين، وريح نفسك وريح العالم منهم وريحنا احنا منهم. إسرائيل على أرضهم، ما لكم أرض أنتم ولا لكم قضية يا جماعة. أنتم أدوختونا واشغلتونا. والأقصى الأقصى لمعلوميتك ما عندكم أقصى، ما في شيء اسمه أقصى، ما في شيء اسمه أقصى، ما في شيء اسمه أقصى. وفي الآخر ما تنساش تدعي لإخواتنا في غزة ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم، وتحياتي طبعا لإخواتنا المغاربة. اوعوا حد يزعل مني، أنا بعلق على الخبر بس، انتوا فوق راسنا. اوعوا كلكم تنسوا تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساش تسيب لنا تعليق تقول رأيك فيه، وما تنساش تتابعنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام. يلا نشوفكم على خير، سلام.